اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو احنا ربنا يبارك فيكم، وشكرا خالص على كل اللي بارك لي على البنكود، بشكره خالص خالص خالص. بشكر كل حبايبي اللي بيتابعوني واللي بيدعموني، بشكرهم خالص. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ فيديو النهاردة. وهنعمل النهاردة فطير محشي بالفراخ. هتشوفوا معايا الطريقة. طبعا العجينة عادي، مية بملح، مش اي حاجة تاني. وعجينة يعني مش ماهية ولا تخينة، يعني حلوة كده، يعني مظبوطة. زي ما انتم شايفين هنفرد الفطير ونعمله فطير بالفراخ. طريقة مختلفة خالص، انا اول مرة الصراحة اعملها. هتعجبكم خالص. انا بعملها كتير بس اول مرة يعني اصورها على القناة. فانا حبيت اوريكم الطريقة. طريقة حلوة خالص. هنقطع العجين زي ما انتم شايفين قطع صغيرة كده، وبعد كده نبدأ نفرد. انا كنت الاول هفرد بالنشابة زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقيت افرد بايدي. فنقطع الكمية كده معاكم، وبعد كده نبدأ نفرد. طبعا هندهن الصينية بالسمنة، وبعد كده نفرد عليها. طبعا انا حاطة زي ما انتم شايفين التليفون في على الترابيزة جنب الصينية. يعني عشان خاطر اعرف افرد واشتغل معاكم. ما تنسوناش يا جماعة باللايك والاشتراك في القناة. واشكر كل حبايبي اللي بيشتركوا لي في القناة واللي بيتابعيني واللي بيدعمني، بشكره خالص. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. واشكر كل حبايبي اللي باركولي على البنكود. ان شاء الله بدعمكم ووقفتكم معايا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله القناة تكبر، وان شاء الله باذن الله كده يدينا الدرع باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كده ان شاء الله يسهلنا ربنا كده ونقبض اول قبض ان شاء الله. ادعوا لي كده وساعدوني وادعموني كده عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين هنقطع العجين. لازم تكون القطعة يعني زي بعضيها، لازم كل قطعة تبقى زي التانية زي ما انتم شايفين. العجينة مش تخينة، العجينة طرية، يعني اتخن من قطعة الرغيف بشوية. طبعا احنا عارفين العيش البلدي اللي بيتخبز بيبقى طري ازاي. طبعا دي احنا بنتخنها شوية كده عن الرغيف، يعني عن عجينة العيش. لان ده اللي هو الفطير لازم يبقى عجينته طرية مش تخينة. لو هتبقى تخينة معاكي هتلقي العيش، تلقي الفطيرة مش مورقة وحلوة. لازم الفطيرة تبقى مورقة معاكي وحلوة. فزي ما انتم شايفين طبعا انا هبتدي افرد. طبعا اول واحدة طبعا انا لسه ما سبتهاش ترتاح، فهفردها بالنشابة معاكم. لكن الباقي زي ما هتشوفوا معايا انا هفرده بايدي. دي اول واحدة هنفردها كده بالنشابة عشان الفرد صعب طبعا، فما ينفعش ان انا افرد بايدي. هتشوفوا معايا كده. بصوا طبعا ندهن سمن كده معاكم جميع تعرفوا تفردي. كل ما تدهني سمنة هتفرد معاكي. دي طبعا اول فطيرة هنقفلها زي ما هتشوفوا معايا ونركنها على جنب، ونعمل الكمية كلها زي ما هتشوفوا معايا كده. طريقة سهلة وبسيطة. احنا هنعمل صينيتين، بس الصينيتين كل صينية مختلفة عن اختها، يعني كل صينية هتبقى مختلفة عن التانية. هنعمل صينية صوابع مع زي ما انت هتشوفوا معايا كده. نبرمها رول بعد ما نعمل الاول الفطيرة ونسيبها تريح. هنبتدي نعملها رول ونحط فيها الحشو اللي احنا هنعمل بيه. طبعا زي ما انتم شايفين كده هندهن دهن على خفيف كده، مش هندهن دي كتير، يعني دهنة خفيفة كده الفطيرة. ونقفلها زي ما انت هتشوف. بصوا هنقفلها كيف. ادي التقفيلة، تقفيلة منا ومنا ونظبطها كده اهي. ادي طريقة الفطيرة وهنسيبها ترتاح.
نسويهم كده طبعا ببعضيهم كده، ونسيبها نركنها تريح كده معانا. بصوا، ونفرد غيرها. طبعا انا ما متخليش الفيديو بيسرع، يعني مسرعاش الفيديو عشان ايه، هتشوفوا معايا الفرد الفطيرة واحدة زي ورا واحدة. يعني انا مرضيش اسرع الفيديو. ايه، بعمل الفطيرة قدامكم زي ما انتم شايفين. طبعا الفطير ما هيجيش معايا غير لما يرتاح، لازم الفطيرة تسيبيها ترتاح. فانا عشان خاطر ايه، عايزه اشتغل بسرعه عشان الوقت وكده، وعشان الجو حر، فانا خايفه مني يسيح العجينه. انا بعملها على طول، ما اسيبهاش ترتاح. زي ما انت شفتوا انا قطعتها وبشتغل على طول. في الصيف ده العجينه لو سبتيها تريح هتلقيها ساحت معاكي، فانت اشتغلي بيها وهتيجي معاكي، لان الجو طبعا حار. الكلام ده هنسيب العجينة تريح في الشتاء. ليه تريح في الشتاء؟ لان العجينة هتبقى متماسكة كده، ومع السقعة ومع البرد هتبقى متماسكة. لكن في الصيف العجينة بتبقى ايه جاية معاكي، فايه ما تاخدش وقت في ايه في التريح. فما تسيبهاش تريح، تشتغلي بيها على طول عشان ايه ما تسحش منك. زي ما انتم شايفين دي تاني فطيرة نعملها. بصوا، يعني احنا هندهن دهن كده خفيف، مش ندهن دهن كتير. لان انا ده هعمله حشو، مش هعمل فطير على الفرن، لا انا هعمله زي ما انت هتشوفوا معايا حشو، يعني هنحشيه. بصوا، انا بحاول ايه بعملها كده عشان ما تبقى ايه مورقه من بعضيها، متبقاش ما تبقاش ايه لازقه الفطير في بعضيه. يعني السمن ده هيخلي الفطيره مورقه. وزي ما انتم شايفين كده هنشتغل فطيره ورا فطيره. معلش الضوء ضعيف، لان النور ضعيف، اللمبة ضعيفة، فمعلش الضوء يعني مش قد كده. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونجيب ايه لمبة كبيرة عشان الضوء. انا والله منور 2 لمبة عشان خاطر الضوء ضعيف. طبعا انا ما قدرتش اطلع بره، انا بصور علية اوقات الفطير ده بره في نور ربنا، بس عشان خاطر الجو حر شديد فما قدرتش اقعد بره. انا هشتغل، مش هشتغل جوه الشقه، فما اقدرش اقعد بره في الحر الشديد ده. انتوا بتشوفوا معايا كل مره ان انا بصور بره قدام الفرن، لكن المره دي الصراحه بصور جوه الشقه زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا حاطه الستاند الصغير اللي انتوا شفتوه قبل كده، حاطه فيه التليفون، وحطاه على الترابيزه نفسها اللي انا بفرد عليها، يعني فتلقوا الفطير والصينيه والبتاع يعني قريبين على بعض. بصوا، احنا بندهن دهنه خفيف كده، مش دهن كتير. يعني انت لازم تدهني خفيف، ما تدهنيش كتير. اهم حاجه انك انت يبقى في عازل بين الفطيره واختها في الفرد. بصوا، تشدوا الفطيره كده وتظبطوها تظبيطه حلوه كده مع بعضيها عشان ايه تيجي معاكي كويس. بصوا، ندهن كده دهنه خفيفه برضه لحد ايه ما نخلص الكميه كلها، وهنبدأ نعمل الحشو. طبعا زي ما انتم شايفين برضه دي هنرسيبها برضه مع كل فطيره هتعمليها وتركنيها هتلقيها تريح معاكي. بس ندهن حته السمنه قام تفرد على الصينيه، عشان طبعا ابتدت الفطيره تلزق مني في الصينيه، فتدهن هفه سمنه كده صغيره، ايه حته صغيره كده سمنه في الصينيه قام تفرد معاكي بسرعه. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا انا عملت اول فطيره وتاني فطيره وتالت فطيره، فايه حاليا ابتدى زي ما انتم شايفين الفطيره تيجي معاكي لان خلاص ارتاحت عن الاول. بصوا، اول ما ارتاحت ابتدت تحسها ساحت كده معاكي، فبتيجي معاك على طول في الفرد. بصوا اهي، يعني اول ما ارتاحت بتيجي معاكي على طول في الفرد، تشديها كده وتيجي معاكي. بصوا، طبعا انا قطعة صغيرة، فالفطيرة ايه رقيقة خالص. ملاحظين ان الصينية باينة من الفطيرة. لازم الحفان تسويها خالص كده وترجيها بايديكي عشان ايه متبقاش الحفان تخينة ايه في الجنب.
بصوا هندهن برضي كده زي ما انتم شايفين، دهنة خفيفة كده برضي. وبعد كده نلفها فطيرة صغيرة. يعني احنا نعمل اول فطير زي عارفين فطير الجلي اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، زي فطيرة الجلي اللي احنا بنجليها، بس بعد كده هنفردها وهتشوفوا معايا هنعمل ايه. انا مش هحرج لكم الفيديو، تابعوا معايا وهتشوفوا احلى اكله جميله والله خالص وحلوه، فطير بالفراخ. يعني احلى، يعني سميه زي ما تسميه، سميه جلاش، سميه رجاج، زي ما تسميه فطير، بس انا بقول فطير بالفراخ. فطير بالحشوة الفراخ، فراخ بالفلفل بالبصل بالطماطم، حشوة حلوة خالص، وشوية خضرة كده قليلين خالص. وهنحشي بجبنة موتزاريلا، طبعا لازم الجبنة الموتزاريلا دي اساسي عندك في الحشو. حتى انقطعت معاكي ما يهمكيش، اشتغلي على طول، اهم حاجة ان هي الفطيرة تيجي معاكي مظبوطة في الاخر، عشان اتقطعت منك هفة تقولي لا ده هي اتقطعت باظت خلاص، لا هي هتبقى كويسة طالما انت هتعمليها فطيرة ما يدرلهاش اي حاجة. اهم حاجة انك انت تعمل الفطيرة مورقة، ما يهمكيش ان اتقطعت منك عملت منك، المهم الفطيرة تبقى مورقة معاكي وحلوة. زي ما انتم شايفين تشتغلوا كده. احنا هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة اللي احنا بنعملها دي. هنعمل صينية زي ما انت هتشوفوا معايا، اول صينية وهنعمل صينية تانية مختلفة، يعني احنا هنعمل الصينيتين مختلفين عن بعض خالص، مش زي بعض، يعني الفطرتين هيبقوا مختلفين خالص عن بعضهم. بصوا هندهن بردي كده ونحط فطيرة ونفرد، هنفرد يعني. شوفوا انا عملت معاكم كام فطيرة، مش عارفة دي الخامسة ولا السادسة، يعني هعمل معاكم كمية الفطير كله زي ما انتم شايفين اهو. بصوا وهنبتدي ناخد الاول فطيرة عملناها ونفردها، قام نعمل ايه، نحشيها زي ما انت هتشوفوا معايا. بصوا نفردها بالطول كده، ايه طوله لما ارتاحت اول فطيرة دي، اول ما ارتاحت تشوفوا ما حملاش معاكي اي فرد. بصوا طريقة سهلة وبسيطة، هنبتدي نحشيها الفراخ، الحشو اللي احنا عاملينه اهو. والله العظيم الطريقة هتعجبكم خالص، جربوها وهتدعولي. طريقة حلوة خالص الصراحة، هنا وشيفا كل اللي كل منها، انا الشيفا لاولادي كلوا منها والله العظيم عجبتهم خالص، وقالوا لي نعمل منها على طول. انا بعمل منها على طول الصراحة، يعني خدت رمضان كله كنت بعملها، هي تبقى خفيفة ما تبقاش تقيلة، يعني زي ما انتم شايفين السمنة خفيفة، مش انا حاطة سمنة كتيرة زي ما الناس بتحط، لا سمنة كده خفيفة، دهن خفيف كده. وهنعملها رول زي ما انتم شايفين كده، نحط ايه ندهنها برضه على الوش على الصينية دهنة خفيفة برضه. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهي، واحدة جنب واحدة اهي. بصوا فطير والله العظيم طعمها خطير، هتعجبكم خالص، جربوها. هنفرد تاني برضه، هنملى الصينية بنفس الطريقة، يعني هنعمل الكمية بنفس الطريقة الصينية، وبعد كده هنعمل صينية تاني مختلفة خالص عن الصينية دي. بصوا نفردها كده، ما يهمكيش ان طلعت مش مسوية ولا كده، اهم حاجة تطلع مسواية في ايه في الصينية، مش تقولي ان هي مش مسواية في الفرد. اهم حاجة وانت بتبرميها تطلع معاكي مسواية، وتحطها في الصينية تبقى مسواية خالص. طبعا انا نسيت احط الجبنة الموتزاريلا في ايه في الحشو، فهحط الموتزاريلا في الصينية التانية. طبعا الجبنة الموتزاريلا بتختلف خالص طعمها في الفطير، يعني في الاكل عن ايه عن من غير ما تحط له موتزاريلا. انا حطيت يعني صينيه حطيت لهاش موتزاريلا، وصينيه حطيت لها موتزاريلا. يعني افتكرت الموتزاريلا، انا كنت حاطه الموتزاريلا قدامي والله ونسيتها، بس افتكرت في اخر فطيره في اللي انا ببرمها دي، اللي هي بلفها رول دي، وحطيت في واحده بس. لكن الصينيه التانية الصراحه حطيت فيها كميه كتير. ليه؟ عشان هتلقيها تروق، تبقى مرورقه معاكي، طعمها حلو، والجبنه الموتزاريلا بتسيح كده في الفطيره وتخلي الفطيره تمط كده معاكي، بقى طعمها حلو خالص. بصوا انا بجيب الصينيه كده عشان احط عليها، لان ايه ما ينفعش ان انا احطها من بعيد. هنعمل الكميه كلها زي ما انت هتشوفوا معايا دلوقتي، وندهنها بايه بالسمنه
نحطها على الفرن. طبعا هتاخدش وقت معانا على الفرن. بصوا مع الحرارة الفطيرة ساحت خالص مني. برضه هنشتغل بيها، يعني احنا مش هنقول ساحت، طبعا هنفردها زي ما انتم شايفين. مع الحرارة، الجو حر شديد، ربنا يرحمنا، الجو حر فالفطيرة بتسيح. فانا بقول لكم لما كون هتعملي فطير ما تستنيش للفطيرة، تسيبهاش تريح، لازم تشتغلي بيها على طول. بعد ما تقطعيها تاخدي اللي انت قطعتيها اول حاجة وتشتغلي بيها على طول. ليه؟ لان الفطير في الحر ده ما ينفعش انك انت تسيبيه يريح. بصوا انا جبت الموتزاريلا، الصراحة كانت ناسياها، افتكرتها في اخر واحدة في الصينية اللي احنا هنحطها دي. بصوا هنحط في دي جبنة موتزاريلا، وهنحط في الصينية الاخرانية جبنة موتزاريلا. انا كنت حطاها وناسياها. بصوا هتشوفوا معايا، هنحط جبنة موتزاريلا في اخر واحدة، وهنحط في الصينية الاخرانية. بس الصينية الاخرانية انا هعملها فطرتين وفطرتين، يعني فطرتين من تحت فطرتين من فوق، وما هيدهنش برضه اي دهن السمنة، لان الفطير مش محتاج دهن تاني، سمنة تاني على في العجينة. يعني انا هحط الفطرتين هفردهم على بعض، نحطهم في الصينية، ونفرد الفطرتين التانيين نحطهم برضه في الصينية. بعد ما تحط الحشو اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، الفراخ والجبن اللي هي جبنة الموتزاريلا، وبعد كده نفرد الفطرتين التانيين في الاخر ونحطهم على الوش. وهو بطريقة والله العظيم طريقة حلوة خالص هتعجبكم. يعني كل يوم تعملي أكلة لأولادك هتعجبهم وتبقى مختلفة خالص عن كل يوم. تعملي زي جلاش رقاق باللحمة، جلاش باللحمة بالفراخ، رقاق بالفراخ. يعني أكلة تبقى مختلفة خالص عن كل يوم. دي فطير بالفراخ، مختلفة خالص عن الرقاق وعن الجلاش. يعني هتعجبكم خالص، تجربوها وهتلقوها طريقة حلوة خالص. انا قلت لكم الفطير العجينة ما عجنتش، حطيت المية والملح خلاص على كده. فانا ما كنتش هصور والله العظيم. عجنت العجينة، وبعد كده بنتي مسكت التليفون وقعدت تصور لي، وبعد كده انا كملت بالستاند الصغير، اصلا ما كناش لاقيينه الصراحة، وما جماعة لقيناه حطينا فيه التليفون وبقيت اصور انا. فزي ما انتم شايفين يعني انا معلش سامحوني ما قدرتش اصور العجينه، فانا بصور لكم زي ما انتم شايفين طريقه الفطير. طبعا انا كنت ركنت الفطيره وحطيت البتاع، وكنت بجيب صينيه تاني عشان اعمل فطير تاني، الفطاير التانيين اللي انا قلت لكم عليهم. اتاخرت طولت، سبت التليفون بيصور، وانا والله الصراحه ما قلت مش هبص من الفيديو، هسيب الفيديو كله كامل كده ويبقوا تشوفوه قدامكم واحده واحده، عشان ما تقولوش ان انا سرحت الفيديو ولا حاجه. زي ما انتم شايفين هو هيبقى طويل عليكم شويه، فزي بعضه معلش سامحوني ان كان هيبقى طويل عليكم شويه الفيديو. بصوا دي جديدة الجبنه الموتزاريلا، وهنبتدي نحطها على الحشو، ونلفه برضه رول زي ما انت هتشوفوا معايا. انا والله العظيم ما ببص من الفيديو ولا اي حاجه، زي ما هو الفيديو زي ما صورته زي ما سجلته زي ما انتم شايفينه كده، زي ما هنزله زي ما نزله لكم على القناه. يعني انا مش هبص منه اي حاجه، زي ما هو كده سجلته وصورته وسجلته. فمعلش هو طويل شويه، بس معلش سامحوني ان انا حبيت اوريكم. اصل واحده بتكلمني في الكومنتات على القناه بتقول لي ان انتي بتسرعي الفيديو، فانا ما حبيتش اسرع لكم الفيديو، حبيت انزله لكم زي ما هو زي ما انا مصوراه بالظبط. هنزله لكم. بصوا زي ما انتم شايفين فردناها بس مش عارفه انا بعمل ايه كنت دلوقتي.
يمكن كنت اعمل جبنه، كانت الجبنه متماسكه شويه مع انها كانت في الفريزر. فانا كنت بايه زي ما انتم شايفين اهي، كنت جبتها من راكنينها كده، كانت ماسكه انها في الكيس، فما كانتش فكه، انا فكرها فكت طلعت ما فكتش. انا كنت بفتول منها كده شويه، ونزلتهم زي ما انتم شايفين على الفراخ اللي احنا عملناها، وهنلفه رول زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، دي الطريقة دي اول صينية، طريقة سهلة وبسيطة. يعني ما هتتعبوش في العميل والله، يعني مش هتتعبكوا خالص في فرد ولا في العميل زي ما انتم شايفين. في ناس بيقولوا لي انت بتتكلمي كيف، ده الكلام الطبيعي، الكلام العادي اللي انا بتكلمه. يعني انا ولا بتكلم يعني زي الناس بتتكلم، انا بتكلم عادي الصراحة. هذا الكلام ده لغتي اللي انا بتكلم بيها، بتكلم بيها على القناة. بصوا يا جماعة كده، يا اخر واحدة دي في الصينية. يعني اخر واحدة انا عملتها في الصينية هي اللي حشيتها بالجبنة الموتزاريلا، انما اللي كنت عاملاه في الاول ما حشتوش خالص بالجبنة الموتزاريلا. بعد ما نعملهم هنحطهم في ايه، في الصينية، ونبتدي نفرد الباقيين. طبعا انا الفيديو والله ما قصيت منه حاجة فمعلش سامحوني، فيديو زي ما هو كده، يعني زي ما انا صورته، زي ما ايه سجلته ونزلته على القناة. يعني ما قصيتش منه اي حاجة خالص. فانا مش عارفة، انا ما خدتش بالي ان هو طويل شوية كده في فخر فطيرة الصراحة. فانا مرضيش اقص حاجة منه والله، زي ما هو كده. خلينا عملنا اخر حاجة زي ما انتم شايفين، ادي الصينية وادي الصينية التانية اهي، حطينا فطرتين من تحت وفطرتين من فوق. الصراحة فما صورتش اخر واحدة لان بنتي جات لي الفيديو طويل، فروحت مصورة. خلاص عملت اول صينية، والتانية طبعا اعملها سهل، فردتها كده مدورة، حطيتها، فردت التانية عليها، وبعد كده حطيت الحشو، وبعدين الحشو الجبنة الموتزاريلا، وبعدين حطيت الفطرتين تاني الفوقيها، يعني طريقة سهلة وبسيطة. وحطيناه على الفرن زي ما انتم شايفين. وادي الطريقة بعد ما حطينا كده، حطينا رشينا عليهم شوية جبنة تاني من فوق على الوش، جبنة موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده، لان اولادي قالوا لي حط لنا جبنة موتزاريلا تاني على الفطير زي ما انتم شايفين كده. بصوا والله العظيم، خ... يعني خطير خطير، هيعجبكم خالص، جربوه هيعجبكم. آه يعني طريقة سهلة وحلوة وهتعجبكم خالص. وما تنسوناش يا جماعة باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد مني. هوريكم واحدة منه مورق كيف وحلو، والحشو من جوه في قلب الفطير عامل ازاي. بصوا هنوريكم اول واحدة. طبعا انا بقطعه وانا ماسكة التليفون، وبوريكم. بصوا شكله، والله شكله روعة وطعمه حلو خالص. الهنا والشفا الكل كل منه اهو. بصوا طريقة حلوة اهي، والله العظيم اللون كاميرا التليفون مضيعاه خالص، لونه كان حلو كده خالص، طريقته حلوة. وما تنسوناش يا جماعة باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، كل جديد مني ان شاء الله. ويا رب كده القناة تكبر بيكم ومعاكم، وربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. هنوريكم الفطيرة التانية، النوع التاني ده زي ما قلت لكم، فطرتين من تحت وفطرتين من فوق. معلش والله العظيم ما صورتش، سامحوني. طبعا لازم اخلعها، تخلع خالص كده من بعضيها اهي. هوريكم انا هوريكم الفطيره التانية ازاي. طبعا انا ندهت على بنتي عشان تمسك، انا كنت ماسكه التليفون عشان هي تمسك التليفون. طبعا الصواني سخنه، فانا حطها على ورق، وعلى المطرحه بتاعت الخبيز. بصوا بصوا مورق كيف وحلو خالص. بصوا والله طريقه حلوه خالص، هتعجبكم، يجربوها
هتدعولي. وكده الفيديو خلص، واشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد وروتين جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.